مرحبا، معكم فاتنة. اليوم رح أعلمكم كيف تعملوا أطيب طريقة شوربة سمك مع السيويد على الطريقة التايوانية الأصلية. تابعوها معي وشوفوا كيف رح نعمل الوصفة بالتفاصيل. أول إشي رح نضيف في طنجرة، رح نضيف عليها زنجبيل ورح نضيف عليها مي مغلية. هذا أهم خطوة، لازم زنجبيل كتير. تمام، زنجبيل مقشر ومقطع زي ما انتم شايفين شرحات. بنخلي المي تغلي كتير كتير منيح وعبال ما تاخد الشوربة نكهة الزنجبيل. بعدين رح نقطع عنا قلقاس ورح نضيفه كمان مكعبات ونضيفه في جوا الشوربة. رح نضيف عليها كمان بصل أخضر مقطع صغير. رح نضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح. ورح نجيب سمك الفيله ورح نضيفه وهو مقطع جوا الشوربة. رح نضيف عنا قطع السيويد، هذا إشي اختياري بالنسبة لكم، إذا مو حابين تضيفوه عادي. هلا هذا الإشي اسمه أجيناموتو داشي بطعم السمك. هذا عبارة عن يعني تقريبا زي الماجي بنكهة السمك. إذا مو متوافر تضيفوا ماجي عادي. بعد هيك رح نضيف عليها زيت السمسم زي ما انتم شايفين تقريبا معلقة كبيرة. وصارت عندي الشوربة هيك جاهزة. بنخلطها مع بعض كتير منيح، نتركها تغلي حتى يستوي عنا المقادير تماما. وبعد هيك صارت جاهزة، بنسكبها في طبق التقديم. وإن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملوا شير للفيديو ولايك لفاتنا's كيتشن. تابعوا قناتي على اليوتيوب فاتنا's كيتشن نيو.